في الفيديو اللي فات عرفنا يعني ايه براندنج، وعرفنا اهميته، ووضحنا شويه مفاهيم غلط بين البراندنج والهويه البصريه واللوجو، وبدانا نحط رجلينا على اول الطريق. بس في سؤال مهم هنا، هل كل البراندات زي بعض؟ طبعا لا، البراندنج له انواع كتير وكل نوع له طريقه تعامل مختلفه، وخاصه جدا في التصميم. فلو انت ديزاينر لازم تعرف وتفهم الانواع دي علشان تعرف تصمم صح وتسيب بصمتك. كالعاده صلي على النبي وجهز لي ورقه وقلم معاك، وخلينا نبدا في موضوع الفيديو على طول. فمن غير ما اضيع وقتك حضر القهوه بتاعتك ويلا بينا نبدا موضوع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم من جديد. معاكم كمال وحيد. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. البراند بيتكون من 4 انواع، واول نوع معانا هو البيرسونال براند او البراند الشخصي. ده النوع اللي بيخص الافراد مش الشركات، بيكون مبني حوالين شخص واحد زي فريلانسر او يوتيوبر او مدرب او حتى انفلونسر. التصميم هنا بيخدم شخصيته وشغفه واسلوبه، وده بيعتمد على صوته او صورته او طريقته، كل حاجه بتمثل شخصه. طيب انت كديزاينر بقى دورك ايه هنا؟ هقول لك، بتشتغل على اظهار شخصيه الشخص ده في الديزاين. لازم تعرف هو بيقدم ايه، بيتكلم ازاي، دمه خفيف ولا فورمال. اللوجو ممكن يكون توقيع بسيط او ايكون بتدل على اللي بيقدمه، بتمثل اسمه او شخصه او اي حاجه بيقدمها، زي لوجو ابو فله او مستر بيست او دروس اونلاين. يعني كل حاجه بتعملها هنا لازم تحسسك انك شايف الشخص ده، عايش معاه، مش مجرد انك بتشتغل له بتعمل له لوجو شكله حلو وخلاص. ونهتم جدا طبعا بالثبات والشكل العام على جميع المنصات، وده بنحطه في اعتبارنا واحنا بنشتغل. تاني نوع معانا هو البيزنس براند او البراند التجاري، وده النوع اللي بنقابله كتير في معظم شغلنا، خاص بالشركات او المشاريع اللي بتبيع منتجات او بتقدم خدمه. شركات، مشاريع، ستارت اب، صالونات، مطاعم، كافيهات، محلات ملابس وغيره. تعال اديك مثال، امازون او جوميا او ستاربكس او برنامج بيوصل الطلبات زي ابلكيشن طلبات. وهنا البراند لازم يعكس الفاليو او القيمه اللي بيقدمها للمستهلك، والديزاين او البراند طبعا لازم يكون واضح وجذاب وسهل انك تتعرف عليه. طيب الهدف من البراند هنا ايه بقى؟ ان الناس تتعرف عليه بشكل اسرع، بتحس انه موثوق مثلا، او يبقى شكله مميز وسط المنافسين. طيب انت كديزاينر بقى دورك ايه هنا؟ بتصمم فيجوال ايدنتيتي او هويه بصريه كامله بتمثل النشاط التجاري ده، بتحدد اسلوب واضح ومريح للناس، وده عن طريق الهويه البصريه، وشرحنا طبعا في الفيديو اللي فات. بتكون مكون من الالوان واللوجو والخطوط والباترن وكل الحاجات دي. وكمان بتشتغل على حاجه اسمها الكونسيستنسي او التناسق، لان الناس لازم تتعود على شكل البراند. ومهم جدا تكون بتفكر في تجربه المستهلك من اول ما يشوف البوستر، يدخل المكان، يطلب منهم، وكمان يتابعهم على السوشيال ميديا. كل ده بيصب في فكره واحده، هو الانطباع العام، وده دورنا كديزاينرز. نيجي لثالث نوع معانا هو البرودكت براند او براند المنتج، وده لما يكون عندك منتج واحد بس وعاوز تصمم له براند خاص بيه هو بالمنتج ده بس، زي مثلا نوتيلا او بيبسي، كوكاكولا، فيروز، سنيكرز، كل البراندات اللي هي بتتكلم عن منتج واحد بس. فهمت قصدي صح؟ الديزاين هنا لازم يكون اتراكتيف او مغري وسهل يتشاف وسط الزحمه، وبنركز وبنشتغل اكتر هنا على الباكجينج. يعني متخيل انك كديزاينر ممكن تصمم هويه كامله لمنتج واحد بس؟ بالمناسبه لو دخلت عندي على بيهانس دلوقتي هتلاقي بروجكت كامل لبرودكت براند، ممكن برضه تبقى تشوفه، هيعمل لك تغذيه بصريه حلوه. تعال اديك امثله اكتر. عندك بيبسي او كوكاكولا، بعيدا عن انهم مقاطعه طبعا، العبوه والالوان والاعلانات كلهم موظفين علشان يخدموا المنتج. عندك مثلا سنيكرز، لما تكون جعان كل سنيكرز، ده براند بيلعب على الشعور مش بس الطعم. وكوكاكولا وبيبسي برضه نفس الكلام، بيلعبوا على الفرحه واللمه زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. طيب الهدف هنا بقى انك تخلي المنتج ده علامه في حد ذاته. عارف مثلا لما حد يقول لك حد بيبسي، هو مش قصده عايز بيبسي او المنتج نفسه، هو عايز مشروب غازي، بس من كتر ما الاسم محفور في دماغه يقول لك حد بيبسي او كوكاكولا. ما بتلاحظهاش مثلا اللي بتبقى قاعد في اي كافيه او قهوه مثلا وتلاقي حد يقول لك هات لي بيبسي؟ وده لان البراند محفور في دماغه. فانت دورك هنا كديزاينر التركيز على الباكجينج او العبوه او التغليف. بتظهر هنا اليو اس بي، وده اختصار لجمله يونيك سيلينج بوينت، يعني الميزه اللي بتخلي المنتج مختلف. الفيجوالز هنا لازم تكون اتراكتيف وفيها لفت انتباه سريع وواضحه. نيجي للرابع واخر نوع معانا، البراند المؤسسي او المؤسسي الخدمي، وده بقى بيخص الكيانات او المؤسسات الكبيره اللي بتشتغل على نطاق واسع، زي البنوك والمستشفيات وشركات الاتصالات او حتى المنظمات الغير ربحيه. وعندنا براندات زي كده مشهوره في السوق المصري زي فودافون او البنك الاهلي او جوجل مثلا كشركه عالميه. الديزاين هنا لازم يبقى تقيل، لازم يبقى احترافي ورسمي وبينقل ثقه واستقرار. وممكن يبقى فيه اكتر من براند تحته، زي جوجل مثلا. جوجل اعتبرها مظله وتحتها منتجات كتير، زي جيميل او يوتيوب او جيميناي او الحزمه او المنتجات بتاعت جوجل كلها. وهتلاقي كل منتج من ده ليه لوجو مخصص ليه، ولكن عندها براند رئيسي واضح وهو جوجل. وشركه مصريه مثلا زي فودافون للاتصالات، بعيدا عن ان الشبكه ماهيش حلوه اصلا، يعني اللون الاحمر والشعار والنغمه والتون كل ده بيساوي ثقه وثبات.
الهدف من ده بناء ثقه واستمراريه، وانك بتخاطب جمهور كبير جدا بفئات عمريه مختلفه، فلازم يكون براند ليه وزنه في السوق. وانت كديزاينر لازم يكون شغلك هنا كلاسيكي ونضيف وثابت واحترافي، وتعمل حسابك ان الهويه لازم تتحمل تطبيقها في اماكن كتير جدا، مطبوعات وتغليف واعلانات تلفزيونيه واعلانات في الشوارع والسوشيال ميديا. وبروفايل البراند اللي من النوع ده لازم يبقى قوي ومفصل وفي رولز او قواعد واضحه لاي ديزاينر هيشتغل فيها بعد كده. والبوينت دي تحديدا موجوده في اي براند بنصمم له او بنشتغل له، بيبقى في جايد لاين، في رولز او في حاجات كده بتعرفك الشعار ده بتستخدمه امتى وتستخدمه ازاي وتستخدمه بطريقه ايه كده يعني. الجدول ده هيلخص لك الفيديو باختصار. زي ما شفنا كل نوع من انواع البراندات دي ليها طريقه تعامل مختلفه، وده يخليك انت كديزاينر ما تخلطش الامور ببعضها. ودلوقتي بعد ما فهمت انواع البراند، اوعى تبص لاي مشروع على انك هتصمم له لوجو او خط شكله كويس وخلاص. اسال دايما ده انهي نوع من البراند علشان تعرف انت كديزاينر تشتغل عليه ازاي وتطلع شغل كويس. طيب انا كده خلصت الفيديو، وقبل ما نشرح كل مكون من مكونات الهويه البصريه بالتفصيل لازم نفهم الاول حاجه مهمه جدا: ازاي اصلا بنحدد شكل البراند، وازاي بنحدد صوته، ازاي بنحدد طريقته وجمهوره ورؤيته. كل ده بيبدا بخطوه اسمها البراند استراتيجي، واللي هي بكل بساطه البلان او الخطه اللي هنمشي عليها واحنا بنبني البراند، من اول البريف للاسم للالوان لحد ما تطلع برزنتيشن محترم كده فيه الهويه البصريه كامله. فحضر نفسك الفيديو اللي جاي علشان هنتكلم عن البراند استراتيجي للمصممين، وازاي انت كديزاينر تقدر تساهم وتساعد في بناء الخطه دي وتفهم دورك الحقيقي في بناء البراند، مش مجرد ديزاينر بيعمل تصميم وخلاص. سواء كنت لسه بتبدا او بتشتغل فعليا في السوق، تعدي الفيديو مهم جدا لانه هينور لك دماغك قبل ما تبدا تصمم اي عنصر بصري. تابع السلسله او الكورس وحضر ورقه وقلم وخلي نفسك طويل معايا كده علشان الفيديو اللي جاي فعلا هيكون طويل شويه، وجهز للفيديو الجاي علشان نوصل لمرحله اللي هتخليك تصمم براند بكل سهوله من غير تعقيد ومن غير فزلكه. قبل ما تطلع من الفيديو ما تنساش تعمل لايك علشان فعلا اللايك ده بيساعد ان الفيديو ينتشر لناس اكتر. اكتب لي في الكومنتات وقول لي اشتغلت على انهي نوع من البراندات دي قبل كده، او نفسك تشتغل في اي نوع من الانواع دي. متحمس جدا لاجابتكم. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.